أهلا. حلقة مختلفة وجديدة، فتعالى أقول لك فكرة الحلقة حتى لو أنت عرفت من اسمها. مين فينا بيسمع راب وما جاش في باله سؤال هو إزاي الراب دخل مصر وبقى بالشكل الترندي ده؟ ففي الحلقة دي هتعرف إزاي الراب دخل مصر ومين اللي وصله مصر وخلاه بالشكل ده. يلا بينا. الراب دخل مصر عن طريق اتنين، واحد اسمه عمر بوفلوت وياسين تسعة ملي، وكانت البداية في 1998 لما ياسين وعمر اتعرفوا على بعض في اسكندرية. عمر كان بيغني راب بس بالإنجليزي في دولة غانا. بعد ما رجع مصر وعرف ياسين لقوا ان هما الاتنين عندهم نفس الفكرة، وهي ان ليه ما بقاش في راب في مصر زي بره، فقرروا انهم يعملوا فرقة راب. عمر هيغني بالإنجليزي وياسين بالفرنساوي. ومن 98 ل 99 كانوا هما الاتنين بيحاولوا، لكن ضعف الإمكانيات كان السبب الرئيسي في تعطيلهم. لكن في 99 بدأوا قرروا انهم هيسموا الفرقة ذا سترينجرز بعد ما انضم ليهم ناس صحابهم، وعملوا أغاني إنجليش وفرنش وعربي زي هربانين والجريمة الخفية والحياة الصعبة وغيرهم كتير. وبعد كام سنة من بدايتهم كالعادة، عشان كانوا حاجة غريبة في الزمن ده، ناس كتير من الفرقة انسحبت وما تبقاش غير عمر وياسين وعبد الغفار وعطا، فقرروا انهم يكملوا وعملوا فرقة تانية اسمها واي كرو. بس المرة دي كان الغالب على أغانيهم هو الأغاني العربية، وسجلوا أول ألبوم ليهم كان مكون من الفن الحديث، تدمير الإنسانية، ليه وسكوه وغيرهم. وفي 2003 عرضوا الألبوم على شركات إنتاج، لكن كان الرفض هو مصيرهم. وفي 2004 ما بقاش غير عمر وياسين بعد كمية المشاكل اللي قابلوها، وفي الوقت ده قرروا انهم يكملوا وعملوا اول فرقة مكونة من بنات وولاد في مصر، وكانت اول تجربة غناء راب لبنات في مصر. لما حبوا يكبروا اكتر بدأوا يدوروا على ناس مهتمة بالموضوع وعندهم الموهبة علشان يشاركوهم، ومنهم ناس من الرابرز المعروفة حاليا في مصر، ومن اهمهم هو شاهين والضبع. لكن نيجي بقى لازاي الراب اتعرف بعد فشل واي كرو. السبب كان فرقة MTM اللي تعتبر هي الفرقة اللي شهرت الراب في مصر في فترة 2003، اللي حققوا نجاح كبير ساعتها بسبب أغنية عملوها، واللي ممكن يكون في ناس كتير مننا عارفينها لأن الأغنية حققت 9 مليون استماع. الفرقة دي بقى بتتكون من مين؟ بتتكون من تاكي ومحمود ومايكي، وهم اللي عملوا أغنية أمي مسافر، الأغنية اللي خلت الراب يبقى ليه شعبية في مصر حتى لو قليلة ومقتصرة على الشباب. وعملوا بعدها ألبوم تليفوني رن بعد نجاح أغنية أمي مسافرة. وبرغم نجاحهم في الفترة دي إلا إنهم ما قدروش يحافظوا على النجاح ده، ومن بعضهم ما بطلتش محاولات من ناس كتير ودخولهم المجال للتجربة زي جوكر وشاهين، إلا هو واحد بس اللي قدر يشهر الراب ويحقق نجاح كبير، وهو أحمد مكي. زي ما كلنا عارفين إن هو أساس الراب من 13 سنة، واللي خلاه يتسمع زي ما ويجز قال في عفريت الأسفلت. زميلي معروفة أولها مكي آخرتها إيه مغربش رجلي شغلتين كبير. وكان صادق في كلامه علشان مكي هو بداية الراب بالشكل اللي بنسمعه حاليا، وأول تراك لمكي كان دور بنفسك جوا نفسك. ما تحاولش تبقى أي حد تاني غير نفسك، دور بنفسك جوا نفسك. وتراك جدعان طيبين وفيسبوك. انا ماليش اكاونت على الفيسبوك، اسمع من مكي، خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك كله فيسبوكي. كل ده كان من 13 سنة وحقق نجاح رهيب وتغيير في اللون الراب في مصر بعد MTM وواي كرو. كان ثانية واحدة هنا علشان أنا قلت إن مكي أول واحد شهر الراب بالشكل ده في مصر، لكن ما قلتش إن أول واحد عمل النوع ده بالشكل ده كان شاهين اللي ذكرناه مع تيم واي كرو، وهو أول واحد راب بالشكل ده بتراك أنا مسامحك سنة 2009. بس ماشي ولا يهمك أنا مسامحك، بس عايز أقولك أنت عملت إيه في لحمك ودمك رميته هو عندي. وأحمد مكي دخل الراب 2011، بس للأسف شاهين ما قدرش يحقق النجاح في الراب قبل مكي، عشان كده مكي كان ليه الأسبقية في انتشار الراب ويبدأ يظهر. بعدها جوكر بأول تجربة ليه كانت قصيدة من كتاباته اسمها سيدتي، وكسب المركز الأول في مسابقة صغار الأدباء. وبعدها بفترة يبدأ الجوكر رحلة الراب بتراك سلمى سنة 2012، ويبدأ هنا ظهور اتنين من الرابرز اللي دايما بيدسوا بعض، وهم الجوكر وأبيو اللي بدأ يراب من أواخر 2008 وبداية 2009 بأول تراك ليه كان اسمه مريم. وقال أبيو إن اللي حمسه على دخول الراب وإن الفكرة تدخل دماغه هي فرقة واي كرو اللي اتكلمنا عليها في أول الفيديو. ومن بعدها بدأ يتطور الراب بشكل كبير وبتزيد شعبيته والناس اللي بتدخل المجال لحد ما وصلنا لمرحلة الراب اللي شايفينها حاليا. بدأت بظهور ودخول جديد من الرابرز اللي عملوا الطفرة في الراب زي بابلو في 2015 باسم داما، ومروان موسى في 2013 بأول تراك ليه باسم هيلة، وعفروتو اللي بدأ في 2015 كان بيعمل بيت بوكس، وويجز في 2017 بأول تراك ليه بعد البوست الشهير اللي كنا شفناه وهو تراك بطلوا فيك.
ببين جهنم تتفتح، اصواتكم ضعيفة تنبح وتتنبح، اقولكم مريضة بالعاتا غيرهم من الناس اللي ظهرت في الفترة دي واغلبهم كانوا من اسكندرية، كانوا كلهم صحاب وكانوا بيشجعوا بعض وبيتناقشوا ازاي يحققوا حلمهم ويخلوا الراب في مصر مشهور. وكانت من اهم الحاجات اللي عملت ضجة وخلت السين المصري يتسمع ويبقى ليه شعبية اكتر وشهرة بتكبر بسرعة هو تراك دايرة على المصلحة. دايرة على المصلحة اللي حقق نجاح كبير لبابلو وويجز، وفي نفس الوقت كان بداية الخلاف بين ويجز وبابلو على أرباح التراك، ومن هنا بدأ يبقى فيه شعبية أكبر للراب وحب استطلاع للناس عشان تعرف سبب الخلاف اللي بينهم، وبدأت أكبر عداوة في السين المصري لحد دلوقتي ما اتحلتش وفضلوا مقضينها نكش في بعض زي تراك مش فير لويجز سنتك في يوم وجنجل ميني، اخوكي كسح بربروسة بجي وتراك جيب فلوس لبابلو. لو عندك بيف تغطى وانساه، فتح عينيا الاتنين فكر صلي في الحسين، نخلق حفلة في الميدان عليا واربط الحزام، صاحب بالين هناك قدام رياح على جنبه بتاخد كام. ومن الحاجات برضو اللي سلطت الضوء على السين المصري هو البيف اللي كان بين أبيو ومروان موسى. قبل ما اقفل عايز اشكرك بجد، علمتني الراب وكنت اخويا يا اسطى بجد، كنت مثلي الاعلى بس بهتت البويا، و12 دقيقة تشهد انك كنت اخويا. ما تقولش اخويا ما عنديش اخوات بنات، من غير الدس فيا على الترند، انتوا فين انتوا الاتنين بعتوا ملح وعيش لاجل ترند وصين. ومن ده بنستنتج ان معظم الحاجات اللي شهرت السين المصري هي الخناقات والنكش والبيفات، ودي الحاجات اللي كانتش موجودة زمان اول ما الراب بدأ، عشان كده محدش فيهم فضل لحد دلوقتي. دايما الناس حاطة ويجز وبابلو في مقارنة بسبب حاجات كتيرة، شايفين انهم احسن اتنين في السين المصري وليهم اسم كبير، برغم ان موجود ناس كتيرة ومشهورة زي أبيو ومروان موسى وشاهين، بس بسبب الخلافات اللي بين بابلو وويجز اللي موجودة لحد النهاردة خلاهم رقم واحد في السين، ونجاح تراكاتهم بشكل كبير على عكس الرابرز الباقيين. وبكده نكون خلصنا حلقتنا وعرفنا ازاي الراب دخل مصر ووصل للمرحلة اللي شايفينها دلوقتي. ولو عايزين حلقة مقارنة بين ويجز وبابلو فاكتبوا لنا في الكومنتين. وبس كده.